قصة الفيلم تحكي عن طفل تربى في الغابة وسط الحيوانات لدرجة انه صار يفهم لغة الحيوانات ومفكر حاله انه واحد من قطيع الذئاب اللي ربوه. تبدأ قصة الفيلم اللي بترويها الأفعى الضخمة كا، وبتحكي أنا بشوف الماضي والمستقبل وشاهدة على مجيء الإنسان للأدغال. بتكون عائلة بتتعرض لهجوم من النمر شريخان اللي كسر قانون الأدغال وافترس العائلة كلها ما عدا طفل رضيع. وقبل ما شريخان يوصل له كان الجاكور باجيرا سمع صوته وقدر يوصل له وكان مستغرب من وجود طفل بشري في الغابة. بيكتشف إنه شريخان خلص على أهله وبدور عليه، فبأخذ باجيرا على باب مغارة الذئاب وبتركه هناك وبقى في راقب من بعيد. بيطلع الذئاب الصغار يلعبوا معاه وما بكون خايف منهم. بعديها بتطلع امهم نيشا وبعديها جوزها فيهان. بيستغربوا لانهم اول مره بيشوفوا طفل بشري. وفيهان بيسأل ليشا شو في إذا مجروح، تلحس الدم عنه وما بتلاقي جروح، وبتحكي الظاهر إنه مر بيوم عصيب. بعدها واحد من الضباع بيوصل للمكان وكان بدور على الطفل لشريخان، بيطلب منهم إنهم يسلموا إياه، بيرفضوا بيحذروه من إنه يدخل منطقتهم، اللي سرعان ما بهرب ليبلغ شريخان. وبسرعة بتطلب نيشا من أكيلا زعيم الذئاب عمل اجتماع طارئ وبطلبوا منه إنهم يتبنوا الطفل. بيحكي لهم أنتم بتعرفوا القانون، عشان يتربى لازم تقدموا فدية. بيجي باجيرا وبقدم غزال وبحكي هي الفدية، غيره يا معلم وأنا بتكفل بتدريبه باله الدب معي. باله بكون متردد شوي وبحكي لهم اهله راح يجوا يدوروا عليه. بيصل شريخان وبحكي لهم ما حدا راح يدور عليه لاني خلصت على عائلته كلهم ولازم تسلموني اياه. بيرفض اكيلا وبحكي له انقلع اطلع من منطقتنا بلاش احشي اجري في جيبتك. بتراجع شريخان وبحكي له انت ما راح تضل زعيم للابد، ويوم ما تفشل في اصطياد فريستك الطفل راح يكون ملكي. وبسحب حاله بروح. ومن يومها الطفل صار واحد من الذئاب. وبتمر السنين وبكبر ماوغلي وبنشوفه مع باجيرا بيعلموا على الصيد وبفهموا انهم مش بيصيدوا للمتعه، بيصيدوا عشان يعيشوا، وانه في ادب للصيد، مثلا انك تنضرب عين الفريسه عشان روح الفريسه ما تحس بالوحده وهي طالعه. وماوغلي بيساله عن الادغال هي من متى موجوده، بيحكي له انها موجوده قبل ما ينولد وراح تضل حتى بعد ما يموت. وماوغلي بيساله ليش طب انا مختلف عن باقي الذئاب، بيحكي له انت مميز واختلافك هو اللي بيميزك. باله الدب بكون صريح شوي وبحكي له انت مختلف وكمان ضعيف وناقصك تدريب، وبحط عليه عقرب عشان يعلمه التركيز. وبعلمه قوانين الغابه الثلاث. اولا الذئب ممنوع يتواصل مع البشر، ثانيا ممنوع اصطياد حيوانات البشر بالاخص الابقار، ثالثا ممنوع قتل البشر في الغابه لانه بجر على الغابه عواقب وخيمه. وبحكي له درس اليوم خلاص وارجع للكهف. بس ماوغلي بيطلع فوق تله وبتفرج على قريه البشر من فوق، وبجي له بوت واحد من الذئاب لكنه ضعيف ومنبوذ بيلعب معه. وماوغلي بحكي له انهم شبه بعض ومميزين، بتسابقوا سوا لحد ما بيوصلوا للكهف. وبيجي اخوانه بضربوه لانه ضعيف، وماوغلي بحكي له كان لازم تدافع عن حالك، بس بوت بحكي له انهم كانوا يلعبوا معه. بعدها الذئاب بروحوا للصيد وبيحكوا لماوغلي جهز حالك عشان بكره تطلع معنا المره الجاي. ثاني يوم الذئاب بتكون مع باله اللي بدربهم على الركض بسرعه، واللي بيمسكوا باجيرا بيخسر. بيبدا السباق وماوغلي بيقدرش يجاريهم بالركض، بيحاول يدبر اي حيله المهم انه باجيرا ما يمسكه. بيجي قرد بشتت انتباهه وبلوح له بفاكهه وكان لسه بده ياخذها منه، بس باله بوقفه وبحكي له كم من مره حضرتك ما تلعب من القرود لانه القرود هاي ما بتلتزم باي قوانين وما بخافوا غير من الافعكه. بيسالوا مين الافعكه، بحكي له اتمنى انك ما تقابلها لانها خطيره جدا. وهم بتمشوا بشوفوا بقره مقتوله وبرجعوا لقطيع الذئاب بسرعه. ببلغ اكيلا وبحكي لاكيلا انه اللي قتل البقره هاي قاصد يشعلها حرب مع البشر واكيد هو شريخان. بصير في هم بيناتهم انه بسبب ماوغلي راح يجي البشر على الغابه. بيقترح باجيرا على الزعيم يرجعوا ماوغلي لقريه البشر، وهي افضل طريقه لحمايته من شريخان. بس اكيلا بحكي له انه البشر بداوا بالسيطره على الادغال وبقربوا شوي شوي من مناطقهم، وانه ماوغلي هو املهم الوحيد للحفاظ عليهم بس يكبر. باجيرا بحكي له الغابه ما عادت امنه لماوغلي والقطيع ما راح يقبلوه لانه مش واحد منهم. بحكي له القطيع راح يقبلوه اذا نجح في اختبار الركض. وبسال باله هل هو جاهز، بحكي له طبعا مش جاهز لانه مش ذئب. بحكي له معناته اشتغل على انه يكون جاهز. ثاني يوم باله ببدا تدريبات من نار لماوغلي، وبروح ماوغلي يسبح في البحيره لكنه بشوف شريخان وهو جاي يشرب، فبغطس لتحت واول ما بيطلع من البحيره بخذ ركاض بس شريخان بسمعه وبركض وراه. وماوغلي بقع بحفره من صنع البشر وبصرخ صوت بدوي في الغابه، وبسمع الصوت باجيرا اللي بركض على مكان الصوت. وماوغلي بكون خايف وبشوف خرطوم طويل نزل عليه وبطلعه من الحفره وبكون عباره عن فيل ضخم. بوصل باجيرا وبشوف ماوغلي مع الفيل لكنه بقف بعيد لحد ما الفيل يمشي، وباخذ ماوغلي بروحه. وشريخان كان براقب من بعيد. وبالليل باجيرا كان مع ماوغلي وبحكي له انه البشر هذول جايين يصيدوا النمر اللي بياكل حيواناتهم واللي هو شريخان، وبحكي له انه الغابه ما عادت امنه له وانه لازم يروح قريه البشر امن له. بحكي له كيف يعني، بحكي له لانك واحد منهم. بنصدم ماوغلي وبحكي له انا ذئب، بحكي له لا انت بشري وشريخان هو اللي قتل
عيلتك قبل سنوات. لكن موغلي بيحكي له انه راح ينجح في الاختبار الركض وراح يكون واحد من الذئاب. بقرة بيحكي له لو فشلت اوعدني انك ترجع للقرية. بعدها براقب مجموعة من البشر وبشوفهم مولعين نار وبقرب الضبع منها، ولكن بولع ذنب الضبع وبركض لحد ما بطفي حاله في المية. موغلي بيسأله ايش الكائن هذا؟ برد عليه الضبع بيحكي له هاي النار واكثر حرارة من الشمس ومن صنع البشر بني جنسك. بيحكي له موغلي انا مش منهم، لكن الضبع بيحكي له ما في حدا بيقدر يهرب من حقيقته. برجع موغلي البيت وبكون حزين، بس نيشا بتحكي له انه راح يضل واحد منهم حتى لو شو ما صار. ثاني يوم الكل بتجهز للاختبار وموغلي بيركض باقصى سرعة وبيستخدم كل الحيل عشان يهرب من بقيرة، بس بيضل طارده وقرب يمسكه لكنه هرب من بين الجذوع. وخلص موغلي قرب يوصل لباله اللي بشجعه، بس فجأة بقيرة انقض عليه وبهيك خسر. وباله بحكي له انا حذرتك ما تفقد تركيزك. موغلي بحكي له كان مستقصدني دونا عن كل القطيع وبعصب وبروح. وباله لما بكون مع بقيرة لحالهم بعصب عليه وبتقاتل معه لانه فعلا كان مركز على موغلي. بحكي له انه عمل هيك عشان موغلي يرجع للقرية امل له، بس الدب بحكي له انه موغلي واحد منهم والذئاب راح تحميه. بقيرة بحكي له انه شريخان راح يخلص عليهم هو وقطيع الذئاب. وموغلي كان في الغابة وبوت كان وراه، فشاف القرود وهي بتلاعبه لكنهم خطفوه. وبركض بوت على بقيرة والدب وبحكي لهم انتم ماسكين بخناق بعض والقرود خطفوا موغلي. والقرود باخذوا موغلي لاعلى الجبل وبكون بقاوم بشدة، فبخبطوا راسه في صخرة وبعدها اغمى عليه وقدروا يشيلوه بسهولة. وموغلي بحاول يستعيد وعيه وشاف شريخان جاي من بعيد والقرد الصغير بحاول يصحيه عشان يهرب، بس شريخان ضربه وجرح موغلي جرح طويل في ذراعه وكان على وشك يلتهمه. بوصل بقيرة والدب باخر لحظة والقرود التمت عليهم وما قدروش ينقذوا موغلي. وكان خلص النمر بده يفترسه، بس الافعى كا وصلت وحمته وقالت ما حدا يقرب للولد لانه منتمي للغابه. بعدها بيصحى موغلي وهو في بركه المي وبتساءل ليش الافعى كا انقذته. وثاني يوم قطيع الذئاب بيطلعوا للصيد من غير موغلي، وبوت بصبره وبحكي له انا وياك زي بعض مميزين. موغلي بحكي له احنا مش مميزين ولا بطيخ، احنا مختلفين وامك تحكي لك هيك عشان ما تزعلش. بوت بحزن وبترك موغلي وهو زعلان. وبالليل بتسلل موغلي لوكر الافعى كا عشان يعرف منها سبب انقاذها له. وفي نفس الوقت بكون أكيلا بحاول اصطياد فريسته اللي بتأكد انه لساته قائد. بنرجع لموغلي اللي وصل للأفعى وسألها ايش السر وراء انقاذها له. حكت له انها شافت في عينيه انه راح يكبر وهو اللي راح يدافع عن الادغال بعد ما الانسان يقتحمه، عشان هيك انقذته. بنروح لاكيلا اللي فشل في اصطياد فريسته، ولما رجع للكهف بلاقي شريخان ماخذ مكانه وبحكي له انه ما عاد قائد للقطيع ولازم يسلم القيادة حالا. أكيلا بحكي القانون بنص على انه اللي بيقدر يهزمني هو اللي بيكون القائد من بعدي. وطبعا كل ذئب كان طمعان في القياده وبداوا يهاجموا أكيلا. وبوصل موغلي وبشوف الذئاب وهي بتهاجم أكيلا وشريخان موجود، بيسأل باله ايش اللي بصير قاعد، فبحكي له اللي صار. فبركض بعدها على قرية البشر وبجيب معه عصاي مولعة نار وبرجع يدافع فيها عن أكيلا وبقدر انه يبعد الذئاب عنه. لكن أكيلا بترده وبحكي له انت استخدمت اسلحة البشر ضد الحيوانات. وبشوف موغلي الخوف في عيون كل الحيوانات منه حتى اصحابه باله بقيرة، فبسحب حاله وبمشي وبروح لقرية البشر، بس بيلتموا عليه وهو بكون خايف ومرعوب منهم عشان هيك بيهاجمهم. بس بيجي واحد من وراه بضربه على راسه فبغمى عليه. بصحى ثاني يوم في قفص وبكون مستغرب هو وين، وبشوف البشر وبكون بده يطلع بس مش قادر لحد ما بيجي الصياد وبقدم له اكل. وبستغرب الصياد لانه باكل مثل الحيوانات، والصياد هذا اصلا بكونوا جايبينه اهل القريه عشان يصطاد شريخان لانه باكل مواشي البشر. الاطفال بصيروا يلعب مع موغلي وبتضايق كثير وبكون عدواني، وبضل على الوضع هذا لايام وهو محبوس وبهاجم اي حد بقرب منه. وبجيله بقيرة بالليل وبفرح موغلي لانه مفكر انه جاي ينقذه، لكن بحكي له انه جاي ينصحه انه يكسب ثقة البشر ويبطل يهاجمهم لانه اهله، واذا كسب ثقتهم هم هيك راح ينطلعوه. وبتركوا بقيرة وبروح، والصياد بكون براقب باللي بصير. ثاني يوم الصياد بفتح لموغلي القفص وبطلع لبرا وبشوف الصياد وهو بقطع في الذبيحة، فبمسك السكين منه وبقطع معاه لكنه بكلها نية. بلاحظ الصياد الجرح اللي في ايد موغلي وبيسأله انه لو كان من نمر، وبورجيه الجرح اللي في ظهره وبيعرف انه من نمر كمان. بتاخذه بنت بعديها بتنظفه بتلبسه وبتطمن لها موغلي، وبيطلع يتعرف على القرية والاطفال اللي فيها اللي قبلوه. وبيجي واحد من قطيع الذئاب وبحكي له انه صار زي البشر، ومن الذئب بيعرفوا انه حال الادغال صار قاسي واكيلا انهزم وشريخان هو اللي بحكمها بالظلم، وبطلب منه انه يرجع يساعدهم. بس موغلي برفض وبحكي له انهم طردوه وقالوا عليه انه مش ذئب. بترجاه الذئب يرجع معاه بس بتركوا موغلي وبروح. بالليل بتكون القرية سهرانة مع الصياد وبيحتفلوا وبيسألوا الصياد متى راح تمسك النمر، فبحكي لهم عن قريب انه راح يخلصهم منه، وبيسألوه اذا عمره فريسة هربت منه، فبحكي لهم انه فشل في اصطياد فريسة واحدة وكانت فيل، بس قدر يكسر ناب الفيل واحتفظ فيه، ومن يومها عمره ما فشل في اصطياد اي فريسة. بيوصلوا موغلي لبيته لانه كان شارب ومش بوعيه، وهناك بشوف حيوانات كثير متحنطة ومنهم صاحبه بوت،
فبعيط عليه وبقرر يقتل الصياد ثاني يوم وهو نايم. بس لما بيجي بشوف جرح النمر بيعرف انه هو اللي راح يخلصه من شريخان. بعدها اخذناه بالفيل ورجع للغابة واعطاه للفيل اللي انقذه من الفخ، وحكى له انه عدوهم واحد ولازم يتخلصوا منه وهو شريخان، بس محتاج مساعد، ولو ساعد ويتخلص من شريخان راح يخلصوا من الصياد. فبوافق الفيل بعدها، وبروح موغلي لأكيلا عشان يقف معه في الحرب ضد شريخان. بس أكيلا برفض يكسر قوانين الغابة ويستخدم أدوات البشر في قتل الحيوانات. بس موغلي بيحكي له ان كسر القوانين بالبداية هو شريخان، وهو خلى البشر يدخلوا الغابة بسبب قتله للحيوانات، وبحكي له انا بكره راح اواجه شريخان سواء وقفت معي او ما وقفتوا معي. وثاني يوم موغلي بقف قدام الأدغال وبينادي على شريخان بأعلى صوت. بيطلع النمر ومعاه الضبع علشان يلتهم موغلي، وأول ما شريخان بيطلع بينادي موغلي بأصوات غريبة بخاف منها الضبع، والأفيال بتطلع من بين الأشجار، والضبع بيعمل حركة نذالة وبهرب وبترك شريخان. الأفيال بتضربه وبتعمل دائرة حواليه عشان ما يقدر يهرب. بيبدأ يتقاتل موغلي معه وبإيده سكين، وشريخان بيحكي له إنه بهيك بكسر قوانين الغابة. بس المهم عند موغلي إنه يخلص عليه. بيقدر موغلي إنه يطعن شريخان بالسكينة لكنه ما قدر يطلعها، وشريخان هاج على الاخر وخلص كان راح يخلص عليه، لكن موغلي بيهرب منه وبيطلع فوق الشجره. بيلحقوا شريخان وبعلق راسه بين الاغصان، وموغلي قدر يطلع السكينه مره ثانيه وبطعنه فيها، والصياد بيضرب رصاصه باتجاه النمر بس ما بتصيبه. وموغلي بينتبه على الصياد وبيحكي للفيل هذا اللي كسرناه بقى، فبركض الفيل جهه الصياد، وبنزل الصياد عشان يصيد النمر. اما بقيرة وباله بيسمعوا الصوت اللي صار وبطلب من اكيلا انه يتحرك، بس اكيلا برفض، فبتركوه بركضوا ناحيه موغلي. والصياد ضرب رصاصه ثانيه بس اجت موغلي اللي وقع على الارض، وكان النمر خلص راح ينقض عليه وبده ياكل، وبطير عليه اكيلا، والصياد بضرب رصاصه ثانيه كمان، والفيل بيجي بيهجم على الصياد وبخلص عليه. اما موغلي اللي طلع سليم بعد ما اكيلا انقذه من شريخان، وبيعتذر لموغلي وهو بيعتذر لانه طرده وهو كان عنده حق، وبوصي على الذئاب انه يكون هو القائد من بعده. وشريخان صار ضعيف ومش قادر يمشي، فبروح وراه موغلي اللي بيستنى جنبه عشان ما يموت وحيد زي ما بقيرة علمه. وشريخان بيهجم على موغلي ليقتله، بس الولد كان مستعد له وطعنه في صدره بالسكينه، واخيرا شريخان بموت. بعدها الفيل بشيل موغلي على ظهره وبرجع فيه للغابه، ومن بعدها بحكم الادغال وبحميها من ظلم البشر او اي حيوان خطير. ولهون بخلص الفيلم. لو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، وبشوفكم من فيلم جديد. سلام.